في الفيديو ده هشرح لك ازاي تكسب فلوس من تجارة الدومينات حتى لو معكش اي دومين. في ناس كتير مبيبقاش معاها فلوس في البداية انها تشتري مثلا 50 دومين او تعمل محفظة دومينات كبيرة عشان تقدر ان هي تبيع بشكل اسبوعي. مثلا الفيديو ده هيخليك تكسب من تجارة الدومينات، ممكن كمان تكسب منها اكتر من الناس اللي معاها دومينات كتير. هشرح لكم. كلنا طبعا عارفين منصة سيدو، هي واحدة من أكبر المنصات اللي ممكن تبيع عليها أي دومين معاك، وبيتباع عليها دومينات بمبالغ كبيرة جدا. فلو نزلت هنا كده هتلاقي الدومينات المعروضة للبيع: الدومين ده ب5000 دولار، ده ب80 ألف دولار، ده ب75 ألف دولار، ده ب16 مليون، وده ب1 مليون دولار. في واحد كان ب1 مليون دولار بس راح كده. فإيه رأيك بقى إنك ممكن تكسب 15% من ربح أي واحد من الدومينات دول؟ وده ببساطة بنظام البارتنر اللي سيدو عاملاه. ايه هو نظام البارتنر؟ نظام البارتنر ده معناه انك بتختار دومين او بتختار اي دومين من المنصة، وبتروح تسوقه بره المنصة. تسوقه بقى على منتديات، على فيسبوك، على ايا كان براحتك. ولما يجي عميل عن طريقك يشتري دومين من الدومينات اللي انت بتسوقهم، هتكسب منه 15%. المنصة هي اللي هتديك 15% من ثمن الدومين ده. يعني مثلا تعال نفترض ان انت سوقت الدومين ده اللي هو ب1 مليون دولار، هتكسب 150 ألف دولار، ده وانت معكش أي دومين، وانت لا تملك دومين واحد في محفظتك. دي حاجة حلوة، تمام. خاصة انك هتشيل على نفسك عبء انك تختار دومين مميز، وانك تشتري دومينات ومواعيد التجديد والكلام ده كله. فدي طريقة حلوة للناس اللي مش عايزة تشغل دماغها كتير بحوار الدومينات ده، لأن أنت هنا أنت عندك قائمة كاملة بدومينات أصلا مميزة. فاهمني؟ طيب إزاي تشترك في نظام البارتنر ده؟ ننزل تحت، هتدوس على بارتنر بروجرام، هتلاقي هنا المعلومات اللي محتاجها، وهنا بيشرح لك لو بعت دومين ب1000 دولار تكسب كام: 15% للسيلز و15% للكوميشن. وهتلاقي هنا كل التفاصيل اللي محتاجها، سواء بقى اعلانات بانر، هتلاقي اعلان الروابط، حاجات كتير هتعرفها بقى لما تسجل جوه. هنسجل بكام اسيبه، تكتب هنا كومباني نيم، تكتب اي حاجه، هتكتب مثلا ذا ويست لاين، بلاش ذا ويست لاين، خليها مستر كام. مستر كام، وندوس هننزل تحت نقرا الكلام الكتير ده. موافق. بص يس اي اجري كده. الاكونت اتعمل بمنتهى السهولة. احنا كده خلاص بقينا شركاء في سيدو، نقدر نسوق اي دومين ونكسب منه. هتدوس هنا تحت بانر لينكس، هيدخلك على البانرات واللينكات اللي ممكن تسوق من خلالها. تاخد بقى الكلام ده كوبي كده عشان ممكن تحتاجه بعدين، وندوس بانر اند لينكس. البانرات، احجام البانرات يعني اللي ممكن تختارها، ندوس على اي واحد. يعني مثلا بحب ال 360، 336، 22. ده شكله كده هيبقى لو انت عندك موقع يعني تحطه في موقعك. الكود بتاعه اهو، شكله لذيذ، مفيش عربي. ماشي. هنا ده مربع البحث، هنا ده لو انت اصلا كاتب مقال عن الدومينات والكلام ده، وتقول للناس ابحث يعني عن اي دومين واشتريه من سيدو. دي مش ما اظنش انها فعاله قوي، او انا بالنسبه لي يعني مش فعاله. طيب لو انت مش عايز تسوق اصلا بالبنرات ولا بمربع البحث ده، تعمل ايه؟ تخش على الكامبينز، هتنزل هنا تاخد الدومين او الرابط بتاع الاحاله بتاعك. اللي هيخش من الرابط ده او من الروابط بتاعتك دي كلها، هو رابط لكل حاجه يعني كل صفحه، اللي هيخش من الروابط دي هتاخد 15% من اي دومين يشتريه. حتى لو اشترى 10 دومينات في المره الواحده هتكسب 15% من الاجمالي. فده طبعا حلو جدا. اخر حاجه هنا البيمنتس، وهنا في الصفحه دي هيظهر لك كل شهر مثلا ايه، انت كام واحد دخل اشترى، كام واحد دخل وما اشتراش، الكلام ده. فبس كده، دلوقتي احنا خلصنا. يا رب الفيديو يكون عجبك، يا رب تكون استفدت منه. وطبعا قبل ما نخلص، في فيديو عاملينه مهم جدا لتسويق الدومينات، هتلاقيه على القناة، شوفه هيفيدك جدا، وهتلاقي طريقة تسويق الدومينات بشكل تلقائي. وما تنساش تعمل لايك، دوس اشتراك، وتتابعنا في اللي جاي عشان اللي جاي هيكون أقوى بكتير. سلام.